السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الصحة بخير؟ مبروك عواشركم. دخل عليكم هذا الشهر ديال شعبان وانتم في اتم الصحة والعافية. والله بلغنا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. بسم الله على بركة الله. اليوم في هذا اللقاء هذا غادي نوريكم السودانية، الفلفلة الحارة لعشاق الحار اللي كيبغيو الحار. السودانية يعني بودرة السودانية من السما. اليوم المنسمات اللي عندي جوج الحوايج. حاجتنا اللي تنسيم هاد السودانيه، حاجتنا السودانيه غبره مطحونه بالشكل هذا، وحاجتنا الزعتر مطحون، وكذلك القزبر يابس مطحون. الزعتر اللي كنستعمل هو هذا، هانتوما اللي عنده دوك الاوراق غليظه، هذا زعتر جبلي ديال المنطقه ديال تاونات. تحيه للناس ديال تاونات. هانتوما هذا راه تبارك الله واحد الريحه طالعه منه رائعه. وانتم راه لكم الاختيار، تقسموا باش ما بغيتو. انا هذه كنديرها بهاد جوج حوايج صافي. وحاجتنا القزبر يابس كما قلت. هذا هانتوما هنا منقي مصوب. هذا هو القزبر اللي تيكون عندنا في المحل حبوب، راه منقي مغسول كلشي. هنا كنسهلوا المأموريه على ربات البيوت، تجبد من هنا وتطحن. اذا باش نسمو هاد السودانيه وكيفاش المقادير، غادي نبداو بسم الله نشوفوا شحال عندنا ديال السودانيه. هنا غنعبروها بالمعلقه. بسم الله، واحد الله، ثانيا لا شريك له، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، نقول 7 المعلقات اللي عندنا. اذا 7 المعلقات غادي نديرو النصف ديال هاد الكميه ما بين القزبر والزعتر، يعني كنديرو 1، 2، 3. نحركو مزيان، واللي بغى يزيد الزعتر كثر يزيد، غير مبغيناش نكثرو باش نحافظوا على داك المذاق الحار ديالها. وهاد السودانيه راه يمكن انا اكثريه تستعملوها في القطنيات، في شرموله، الزعلوك، شي مقله ديال المطيشه والبيض. الا ما كانتش حاره راه يضرني راسي. او بزاف الاستعمالات، كاع الحاجه اللي كتستدعي الحار حنا علاش كنديروا ليه هاد المنسمات؟ باش كينقص شويه من داك الجهد ديال الحار، وباش ما يكونش عنده شي ضرر على الجهاز الهضمي. هنا بعد ما خلطنا الزعتر، هنا القزبر غنديرو نصف كميه ديال 1 ونصف ملعقه صافي، لان هنا الا زدنا يعني القزبر بزاف غادي يتلف لينا المذاق ديال الزعتر. الله يجعل البركه. ونحركو مزيان، وبهذه الطريقه تنكونوا حصلنا على واحد البودره ديال الفلفله حاره او السودانيه من السما. راه ممكن تزيدوا فيها ثوم بودره، ممكن تزيدوا فيها لا موطارد، الخردل كتطحنوه نصف طحنه نتوما والذوق ديالكم. عندي انا السودانيه بالنسبه بواحد الطريقه اخرى، فيها انواع اخرين حتى هي عندها استعمالات ديالها. تنبغيو ننوعوا شويه واش خليتها انا وتنبغيو كل مره نديرو ذوق في شكل. انا غادي نوري لكم الاخرى اللي عندي. ما هي هذه خليتها شويه غليظه، هذه هي التغربيله اللي كتشيطي ديما على تنخليها غليظه. ها نتوما هذه بهاد هاتي، هذه راه مطحونه بالبذور ديالها بكلشي. لا هذه حتى هي راه منسمه، غير التنسيمه اللي في هذه فيها الثومه. هانتوما الله على رائحه طالعه منها. اذا الى هنا تنكون وجدت معكم هاد الخلطه هذه. نتمنى تستافدوا ونتمنى تعجبكم،
واللي غنقول لكم من هنا للامام واحد الشعار اللي غيولي عندي كي تنقول دير بحالي دير بحالي، يعني ساهم في الاقتصاد. شي حاجه الا جاتك غاليه في السوق صوبيها في دارك وتطلع لك بنصف الثمن او اقل. لذا تنقول لكم الاخوات خليت لكم الراحه والهنا، الى لقاء قادم ان شاء الله بحول الله تعالى. مع السلامه.